سر واحد بسيط ما يخطرش على بال راح يخلي لك المسكوتشو تاعك اسفنجيه وطالعه وخفيفه كيما الريشه. مسكوتشو الاشوار، حطي كلشي في بعضه وخلطي وطيبي. الى عجبتك الوصفه ضغطي على زر الاعجاب وبالصلاه على سيد الخلق. رايحين نبداو في الوصفه تاع نهار اليوم مباشره. نمروا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله، نبداو مع بعض في الوصفه. اول حاجه نديروها راح نجيبو المول تاعنا اللي راح نطيبو فيه المسكوتشو. ندهنوه مليح يا البنات بالزبده ولا بالمارغرين. دهنوه مليح، ما تخليو حتى بلاصه يعني ما مدهوناش، باش ما يلصقش معاكم المسكوتشو تاعكم. وهذه خطوه مهمه جدا في المسكوتشو. يعني حاولوا تركزوا لشتا على هذوك الخطوط يعني الرفيعه، حاولوا تدخلوا ليها مليح الزبده تاعكم. وهنا تعمدت نصور لكم طريقة اللي ندهنوا بها المسكوتشو، عفوا المول تاعنا، وكيفاه نخدموه باش ما يلصقش معنا. هنا بعد ما دهنتو مليح يا البنات بهذيك الزبدة، رايحه نزيد شويه تاع الفارينه ونمررها مليح مليح على هذاك المول بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها في الفيديو. بعد ما نمروا الفرينه البنات، هذيك الفرينه الزايده رايحين نحيوها، يعني نتخلصوا منها، نهبطوا المول يعني نضغطوا عليه باش هكذا تروح لنا هذيك الفرينه. هنا رايحين نبداو في الوصفه تاعنا تاع اليوم. هنا عندنا البنات نص حبه كبيره تاع القارص. انا كانت عندي حبه كبيره تاع القارص استعملت فيها النصف. نتوما الا عندكم الحبه متوسطه ديروا حبه كامله. شوفوا هذا هو السر اللي راح يخلي لكم المسكوتشو نتاعكم طالعه بزاف وتجيكم خفيفه واسفنجيه وتجيكم بهذاك الذوق تاع الليمون. الله الله يا البنات، نقطعوا الليمون تاعنا لشرائح. تقدروا ديروا زوج حبات البنات، كل واحد واش تحب، كل وحده واش تحب. الا حبيتي الذوق تاع القارص يعني زايد بزاف، تقدري ديري حتى لزوج حبات يكونوا متوسطين. قلت لكم انا درت نص حبه كبيره كبيره بزاف، يعني نتوما ديروا حبه. هنا البنات حطيتها في الاشوار، قطعت هذاك الليمون حطيته في الاشوار وجبت الحبات تاع البيض. الكميه تاع البيض اللي راح نستعملوه نديرو 4 حبات تاع البيض. حجم البيض يكون متوسط. نجيبو كأس الا اصبع من السكر، كأس الا ربعه من الزيت، وعندنا كأس الا ربع من الحليب اللي يكون بدرجة حرارة المطبخ، رشة الملح، وملعقة صغيرة فانيليا. نبداو نخلطوا في الخليط تاعنا البنات. شوفوا ليه راح توجد لكم هاد المسكوتشو يعني سهله وسريعه وتوجد بالخف وبنينه وتهبل يا البنات. نخلطوها البنات تقريبا واحد دقيقه حتى تحصلوا على قوام يكون رغوي. راح نوريكم القوام بعد ما نكمل الخلط حتى اللون تاعو يولي ابيض. اللي ما عندهاش لاشوار تقدر دير الميكسور عادي ولا دير البغا ميكسور. سهلة جدا البنات، غير خلطي وطيبي هذا مكان وتعطيك نتيجة روعة. هنا البنات بعد ما كملت الخلط هاوليكم القوام. شوفوا كيفاه تحصلت على قوام رغوي. رايحه نبدا نضيف في الفرينه. الكميه تاع الفرينه البنات مضبوطه جدا، المسكوتشو هذه كامل المقادير تاعها مضبوطه. كميه تاع الفرينه راح نديرو 2 كيسان وربع تاع الفرينه، واكيد راح ندخلو هذيك الفرينه باش تجينا المسكوتشو تاعنا خفيفه. ضفت الكاس الاول، زدت الكاس الثاني، راح نزيد 2 اكياس من خميره الحلويات وندخلهم مع هذيك الفرينه، ونزيد ربع كاس اللي تبقى لي تاع الفرينه. نغربلهم كيما راكم تشوفوا.
ونبداو نخلطو في الخليط نتاعنا حتى تتجانس لنا هذيك الفرينه مع باقي المكونات. قلت لكم البنات كمية الفرينة مضبوطة جدا، 2 كيسان وربع راح يجيكم سوا سوا في هذه المقادير، ما تزيدوا عليهم ما تنقصوا عليهم. وراح نشوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه في الاخير بعد ما خلطنا الفرينة. هاوليكم القوام، يعني كي نهزوا الخليط نتاعنا ونهبطوه يتقطع معنا. هنا البنات جبت المول تاعي وحطيت هذاك الخليط في المول، وكنت شعلت الفرن كي بديت نخدم في الخليط او في المسكوتشو تاعي، يعني شعلنا الفرن كي تبداو تخدموا في المسكوتشو باش هكذا يسخن معكم. هنا بعد ما حطيت الخليط جبت هذا العود تاع الشواء وبديت نخلط في الخليط هكذا باش يخرجوا لنا الفقاعات الموجوده لداخل، وندخلوه مباشره للفرن نطيبوها على 180 درجه. بعد ما طيب لنا من تحت البنات وتشوفوا الجوانب تاعها بداو يحمروا وتشوفوها باللي بدات تصفر من الفوق، عاودوا حمروها من الجهه الفوقانيه. وهاليكم المسكوتشو تاعي بعد ما وجدت ليه البنات، شوفوا جات روعه 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 يا البنات. نديمو ليها، شوفوا كيف ديموا لها معنا بكل سهوله، يعني ما كانش صعوبه كي تدهنوا المول تاعكم كما قلت لكم في بدايه الفيديو، راح تجيكم يعني سهله وما تلصق لكمش في المول تاعكم. شوفوا كيفاه جات الكيكه خفيفه من اروع ما يكون. هنا البنات انا زدت لها شويه تاع الكونفيتور ودهنت الوجه تاعها بالكونفيتور. كما تقدروا تستغناو على هذه الخطوه تخليوها كيما راها، ولا تقدروا تزيدوا لها رشه فقط نتاع لو سكر كلاص، ولا تزيدوا لها مثلا شوكولا، كل واحد واش يحب يزين ولا واش متوفر عنده في البيت. بعد ما دهنت الوجه نتاعها بمربى المشمش رايحه نحط شويه نتاع نواه كوكو من الفوق. شوفوا الشكل نتاعها كيفاه جاني روعه البنات. نحط لها شويه تاع نواه كوكو. شوفوا البنات انا قطعتها وهي سخونه وجاتني ما شاء الله، يعني تشوفوا باللي ما تخمرت معايا ما والو، جات خفيفه 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 كما الريشه. هاي لكم بعد ما نقطعها معكم تالمو طالعه البنات، يعني حتى السكين جاتني صعيبه باش نقطع المسكوتشو تاعي. شوفوا كيفاه جاتني ما شاء الله من اروع ما يكون. الى عجبكم فيديو البنات دعموني بهذاك الجانب باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين، شاركوه مع الاهل والاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده. الى اللقاء في فيديو اخر وفي وصفه اخرى.